السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أبطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايف يا صديقي التصميم اللي قدامك ده؟ تخيل ان احنا النهاردة في الفيديو بتاعنا هنكمل سلسلة عملته ازاي، ان هقولك انا عملت ازاي التصميم ده. طبعا التصميم ده الفكرة دي ما كانتش متقالالي، يعني ما كانش فيه بريف او ما كانش فيه كونتنت كريتور عشان يقول لي اعمل الفكرة دي. بس انا بصراحة كنت قبلها قاعد على بنترست، كنت بعمل تغذية بصرية كتير على بوسترات الافلام والكلام ده كله. ولما جيت طلب مني التاسك والسلوجان والكلام ده كله، فقعدت افكر مع نفسي شويه لحد ما طلعت بالفكره دي، وقلت طب انا ليه ما اجيبش الكاركتر بتاعت سوبر هيرو وادمجه مع دكتور ديفيد، واعمل الباك وجو يكون كويس مع لايت ريم لايت وشويه دوج اند بيرن والكلام ده كله، بحيث ان هو يطلع ديزاين في الاخر زي ما انت شايفه كده. لان التصميم ده بجد يعني انا تعبت فيه جدا، والدليل على ده ان بص تعالى كده نفتح البروجكت بتاعنا. لو جيت هنا شفت الريتاتش بتاع الجسم، بص كولر بالانسنج مرتين تلاتة مع فوتو فلتر مع دوج اند بيرن باستخدام كيرفس، وكولر لوك اب مرتين والسبوت هيلينج قبل وبعد وشويه ريم لايت وانر جلوبا وانر شادو والكلام ده كله. فانا النهارده ان شاء الله هقول لك ازاي تعمل الكلام ده خطوه بخطوه، وازاي اصلا جبنا الكاركتر وازاي جبنا الباك جراوند وكل حاجه. بس بالله عايزك تطبق ورايا، يعني انا ممكن ما اسيبلكش ملحقات، فانت تاخد الحاجات اللي انا عملتها بالظبط وتخش على ايمج جي اف اكس وفري باك وتنزل حاجات مشابهه وتعمل التصميم وتوريني. بس بالله بلاش تعمل التصميم لكلاينت تاني عشان خاطر الشغل ما يبقاش فيه شبه من بعض. انا بقول لك الكلام ده عشان تنمي مهاراتك وتعرف شويه حاجات مثلا ناقصاك، او لو انت ما تعرفش حاجه فانت بعد ما تتفرج على الفيديو ده ان شاء الله هتلاقي نفسك لميت حاجات كتير. طيب، احنا اول حاجه لما بنيجي نشتغل على التصميم بتاعنا زي ما فهمتك بنيجي على فايل، نيو، اوبن. طيب، هيظهر لنا هنا طبعا دي المقاسات اللي انا كنت بشتغل عليها، بس مقاس التصميم ده عباره عن 4000 عرض في 5000 طول. وطبعا نتاكد ان هنا بيكسل، والمقاس بالطول والريزوليوشن 72. وطبعا الالوان في اي حاجه بتتعرض على شاشات او مواقع السوشيال ميديا بنعملها ار جي بي كولر. طيب لو حاجات بيلبورد ومطبوعات والكلام ده كله هنعملها سي ام واي كي، ودي حاجات احنا شارحينها كتير جدا الفترات اللي فاتت. طيب هنعمل كرييت للبروجكت اللي معانا. طيب تعالى نرجع للتصميم بتاعنا هنا كده. الباك نشيل كاميرا رو خالص ونجيب الباك لوحدها. لو فتحناها كده هنلاقي ان الدنيا نحس انها مستقبليه فيوتشر، او دي حاجه بريميوم قوي فعلا تليق على البوستر والكلام ده كله. فاحنا جبنا الباك جراوند دي ازاي؟ بص يا صديقي، احنا قبل ما اقول لك انا جبت الباك جراوند دي ازاي، فانا هقول لك انا ازاي عملت الكاركتر دي. كل الفكره يا سيدي ان انا جيت هنا شغلت سيت اب في بي ان عشان اشغل ايمج اف اكس، وجيت على شات جي بي تي وقلت له انا عايز، طبعا هنا الواي فاي مقفول، قلت له انا عايز برومبت لشخص لابس بدلة سوبر هيرو، ويكون لابس بدلة سوبر هيرو، ويكون البتاع اللي هي بتتلبس ورا اللي بتطير دي البتاع الحمراء، ويكون على كتفه الستارة الحمراء، وتكون طايرة في الهواء، ويكون بعيد شوية عن الكاميرا، بلس إن الخلفية تكون بيضاء علشان تسهل عليا القص. وبعد كده بعمل جنريت للكلام اللي انا دخلته لشات جي بي تي. طبعا هنا في مشكلة، فكل اللي هعمله ان انا هاجي هنا كنترول سي واقفل النافذة دي وافتح واحدة تانية شات جي بي تي. طبعا انا هقفل السيت اب في بي ان عشان خاطر ساعات بيبقى فيه مشكلة.
وعموما المشكلة دي يعني بتقابل 3/4 ديزاينرز في حتة النت والفي بي ان والكلام ده كله. فاحنا نفتح، بس استنى يفتح. نخش على الهوت سبوت. نخش هنا نعمل كنترول في الكلام اللي احنا كنا كاتبينه ونعمل جنريت للبرومبت. طبعا هيطلع لنا البرومبت دي، فاحنا ممكن ناخدها هنا كنترول سي ونيجي هنا نفتح الفي بي ان تاني. طبعا دي مشاكل بتقابلنا كلنا، فانا بحاول ان انا احلها قدامك في الفيديو. نخش هنا الايمج جي اف اكس، نيجي هنا نعمل كنترول في عشان يعمل لنا بيست، ونيجي هنا نختار 3 إلى 4 ونعمل جنريت، ونستنى مع بعض لحظات عقبال ما يعمل جنريت للصورة اللي احنا طالبينها. انا بقول لك الخطوات والحاجة خطوة خطوة عشان خاطر ما يقفش معاك اي حاجة. طيب طلع لنا حاجات زي كده، طبعا بعد مرة واتنين وتلاتة طلع اللي انا كنت عايزه بالظبط. فطلع معايا الصورة دي، طبعا البدلة ما كانتش زرقاء وانا خليتها هنا زرقاء، فهسحبها بره كده. كل اللي عامله ان انا هاجي هنا من السلكت نعمل سلكت سبجكت بدل ما نحدد احنا يعني. طبعا هنا التحديد ما كانش مظبوط، فنيجي هنا من السلكت ونكبر شوية، نتأكد ان الحواف موجودة معانا، وهنا القص مظبوط، نيجي ناحية الايد برضو مظبوط. الحاجة دي ممكن نخش ندخلها شوية كده، وكده كده الدماغ مش هنحتاجها، فلو فيها مشكلة فعادي. فهنعمل ماسك، نيجي من السلكت نعمل سلكت الوش كده بالظبط، نخلي الرقبة معانا مهمة عشان بتفرق معانا في الدمج جدا. وبعد كده نتأكد انه معمول هنا على الأبيض، ونتكة ديليت أو باك سبيس، نعمل كنترول دي ونيجي بالبرش ونقف على الماسك ونجيبها هنا على الأسود عشان يمسح معانا، لأن الأسود بيخفي والأبيض بيظهر زي ما احنا اتعودنا في الفيديوهات اللي فاتت. بعد كده نعمل convert to smart object، وتعالى نجيب الصورة بتاعتنا. بالمناسبة انا الصورتين دول كنت عاملهم وما قلتلكش انا جبتهم ازاي. كل اللي عملته ان انا كتبت هنا future place blue، عملتها هنا فوتو، وهنا عملتها only AI generated، وهنا المقاس عملته على vertical. طبعا ظهر لي الاشكال دي كلها، وبعد ما انا اخترت وبعد ما طلع عيني في اختيار الصورة، فاخترت الصورة المناسبة اللي احنا هنشتغل عليها في التصميم. كنت مختار الاتنين دول بس لقيت ان دي كاتشي على التصميم اكتر، فهسحبها كده على التصميم اللي احنا هنعمله ونكبرها على المقاس بالظبط. بعد كده نعمل اوكي، ونجيب الكاركتر اللي احنا عملنا لها سيلكت، نسحبها كده تكبر معانا عادي، مفيش اي مشكلة. طيب انا وانا بعمل التصميم ده قابلني مشكلة مهمة جدا، وهي ازاي اوظف الكاركتر معايا في التصميم. فانا اول ما جبت وعملت سيلكت وكده، فقمت جايب كده، عامله كده. طبعا لقيت ان المنظور مش افضل حاجة، فقمت جاي قايل طب انا هعمله كده واخلي التكست كده. طبعا برضو ما جاش سكة معايا، فقلت مثلا ايه اطلعه فوق كده، برضو ما جاش. طب هنزله تحت واكتب الكلام فوق، لقيت ان الموضوع مش افضل حاجة. فزي ما قلت لك انا كنت عامل تغذية بصرية قبلها، فقلت ان انسب مكان للكاركتر بتاعي
ان هو يبقى هنا ونكبره كده بالظبط. ننزله شوية ونتكة اوكي. طيب دلوقتي معايا الصورة اللي المفروض هدمجها مع الكاركتر دي، فانا هجيبها اسحبها كده عندي وهجيب السلكت، اعمل بقى يدوي عشان انا عايز الوش بس، واتاكد ان كل حاجه متاخده معايا، وان الرقبه يعتبر مفيش رقبه بس يعني بتفرق. بعد كده نعمل ماسك، نعمل هنا convert to smart object، وبعد كده بنروح على التصميم بتاعنا. عايزين نظبط الدماغ على الوش زي ما انا عودتك في الفيديو بتاع احتراف الدم. سودا، ونمشي حاجات بسيطة كده. كل ما تحس نفسك فيه وانت بتمسح بالبرش، لو لقيت نفسك دخلت جوه قوي ارجع تاني كنترول زد عشان تصلح الغلطة اللي انت عملتها. وهنا طبعا الموضوع تحس ان هو فيك من هنا، فهنبدأ ان احنا نكبرها ونبعدها شوية ونمشي حاجات بسيطة كده. وهنا الحاجات البيضة دي مش هنحتاجها فهمسحها، لان دي بتبقى زيادات في الدقن ملهاش لازمة. هنا برضو في زيادات ملهاش لازمة، فبنشيلها كده واحدة واحدة. بالراحة خالص في التحديد عشان تلاقي الدنيا ظابطة معاك. طبعا انا هزود الاوباسيتي هنا وهمشي على الاطراف. طيب احنا ممكن نحل مشكلة الاطراف دي بس بعد ما ندمج الشخصية كلها. طيب احنا ممكن هنا ننزل شوية بحيث ان هو اصلا رقبته في الحقيقة يعتبر يعني مش موجودة. هنكبر كده، ننزل كمان، ممكن نكبر الشخصية شوية. نكبر كده بحيث ان احنا نخليه في نص التصميم بالظبط. طيب نيجي هنا بالبرش نقلل الاوباسيتي زي ما اتعودنا، ونشيل الزيادات اللي هنا كده بالظبط. واحدة واحدة الدنيا بتبقى كويسة معاك. طبعا هنا لقيت نفسي دخلت قوي. طبعا يا جدعان الدمج ده بياخد وقت، يعني هو بياخد وقت، مش سهل خالص انك تعمل بوستر شكله كويس والدمج يقعد معاك فترة قليلة، لا طبعا. طيب كده الى حد ما ظبط معانا. لذيذ. طيب تعال نخش كده على الكاميرا رو ونلعب في الالوان شوية. طبعا نسبة تشبع الالوان انا مش عايزها تبقى موجودة، فهنسحب الكونتراست شمال شوية، الاكسبوجر نقلله حاجة بسيطة، الهايلايتس نقلل، والشادو نزود،
والوايتس نزود برضو، والبلاكس نقلل، بحيث ان الحاجات السمراء يعني تتشبع اكتر باللون الاسود. طبعا هنيجي من الكولر نسحب على السيان شوية، وهنا ناحية الموف، ونيجي على الافكت نزود تيكتشر كده بالظبط، ومفيش اي حاجة هتعملها تاني. بعد كده هتدوس اوكي. تمام. هنيجي يا باشا نعمل هنا من adjustment layer brightness and contrast، ونعمل كنترول alt G. نيجي بالبرايتنس نزود كده بحيث اللون يفتح معانا، والكونتراست نقلله حاجة بسيطة. طيب بعد كده هنعمل دبليكيت لللاير، نعمل برايتنس تاني، نزود شوية، والكونتراست نقلل. تمام. وبعد كده هنيجي نعمل color balance، ونسحب ناحية السيان حاجة بسيطة، والبلو حاجة بسيطة. تمام. ممكن هنا نعمل كمان الفيبرانس، بحيث ان احنا التشبع نشيله. تبقى كده بالظبط، بص قبل بص بعد، طبعا الموضوع فرق معانا جدا. طيب لذيذ اوي ده. ممكن هنا نشيل حاجات من هنا لان احنا مش هنحتاجها. تمام. تعالى نعمل واحدة كمان color balance، ونزود الأحمر شوية، نيجي على الأصفر، والماجنتا نجيبه ناحية الموف، وبعد كده نيجي على الهايلايتس، نيجي ناحية السيان والبلو حاجة بسيطة. تمام. وبعد كده يا سيدي عايزين بقى ندمج الحتة دي مع الجسم، فهناخد كله كنترول جي عشان ناخد نسخة، وبعد كده نعمل كنترول اي convert to smart object، واجي يا باشا على اللي تحت المتكرر ده اعمله في جروب، واخفي الجروب ده خالص. ونيجي هنا بقى نعمل ماسك، نيجي على الاطراف دي نمشي عليها زي ما انا بعمل بالظبط كده. تمام الى حد الان تمام. طيب اول حاجه يا سيدي هنيجي على الكالر بالانس كنترول الت جي، وبنيجي هنا ناحيه السيان، عايزين ناخد من الوان الباك، فبنيجي ناحيه السيان كده نسحب، وبعد كده نوديها حته بلو، نيجي من الهايلايتس سيان او مثلا احمر، نيجي على الاصفر حاجه بسيطه. وبعد كده هنيجي نعمل color لوك اب، او قبل كل ده بقى تعالى نعمل الريتاتش والدوج اند بيرن. طبعا هنيجي هنا زي ما اتعودنا نعمل تو كيرفز، ونسحب هنا النقطة دي للعالي، ونيجي من هنا نسحب ونعمل كنترول اي، نيجي من الكيرفز نقوم جاي منزلين تحت، وجايين من هنا ننزل ونعمل كنترول اي. وبعد كده نيجي بالبراش نتأكد مثلا هنا ان احنا عاملين الاوباسيتي 26، وهنا الفلو 27. نيجي بالبراش البيضة ونمشي حاجة بسيطة كده. المناطق الغامقة بنمشي عليها عادي جدا عشان الموضوع يبان معانا رياليستيك.
طبعا هنا الحاجات دي الغامقة بمشي عليها عشان تديني إحساس إن في لعب وإن إحنا اجتهدنا في التصميم ده عشان يطلع بالكواليتي وتعرف تطلب فيه الرقم اللي أنت عايزه. بص هنا قبل بعد، طبعا الموضوع هنا بيفرق. واحدة واحدة نمشي على المناطق الغامقة. بص قبل وبعد، طبعا الموضوع بيفرق جدا زي ما قلت لك. نيجي من الستارة من ورا برضو نمشي حاجة بسيطة، الحتت الغامقة نمشي فيها هنا مثلا. طيب هنا الحتت الغامقة دي. واحدة واحدة تلاقي الدنيا بقت سلسة معاك. هنا ناحية الشعر برضو نديها برشاية. بص بص كده قبل بعد، الموضوع فرق معانا. طيب تعالى بقى نفتح الأماكن الفاتحة. طبعا الهالات دي احنا هنشيلها دلوقتي بعد ما نخلص مناطق التفتيح. براحتك خالص وانت بتعمل دوج اند بيرن. خد وقتك خد راحتك، لان لو في حاجة افورت منك هتلاقي النتيجة في الاخر مش افضل حاجة. هنيجي هنا على المناطق البيضاء نمشي حاجات بسيطة. كده بالظبط. بص يا سيدي، بص قبل وبعد، طبعا الموضوع فرق معانا جدا. طيب هنيجي هنا نعمل لاير جديدة ونيجي على أداة اسمها سبوت هيلينج ونتأكد إن احنا عاملين سيمبل اول لايرز وكونتنت اوير، ونصغر يا سيدي كده حاجات بسيطة، ونيجي مثلا على الحباية دي نضغط ضغطة وتشيلها. وهنا نفس الحوار، وهنا نفس الكلام، وهنا كمان. ونيجي مثلا هنا نشيل دي، نشيل الحبوب الزيادة. كده بالظبط. هنا برضو دي تتشال عشان شكلها مش أفضل حاجة. وفي بقى هالات هنا كده ممكن نشيلها براحتك خالص، بحيث تطلع حاجة شكلها بروفيشنال، مش كويس، لا بروفيشنال. ممكن هنا نيجي نشيل القطعة دي ملهاش لازمة، نكملها. بص بقى يا سيدي، قبل بعد قبل بعد، طبعا الموضوع فرق معانا جدا. طيب دلوقتي احنا عايزين نحدد مصدر الإضاءة بتاعتنا جاي منين. هل هو مثلا جاي من هنا ولا جاي من هنا؟ فأنا عايز أقولك إن الإضاءة اللي جاية من هنا كده كده هترمي هنا وهترمي هنا
والحتة دي هتبقى غامقة. طيب احنا عشان ندخل الكاركتر بتاعنا المود هنعمل ايه؟ كل اللي هتعمله ان انت هتيجي على اللاير اللي فوق السبوت هيلينج اللي احنا شلنا بيه الهالات والكلام ده كله، وبعد كده نعمل color لوك اب، ونيجي هنا نختار night from day. تمام تمام. ممكن نقللها شوية من الفل، خليها مثلا 93. نيجي على البرش البيضة نتأكد إن إحنا عاملين الأوباسيتي 100، نرجعها بعد الدوج أند بيرن، والفلو 100، ونيجي هنا على الأطراف نمشي حاجات بسيطة كده بالظبط. طبعا الموضوع بالنسبة لك دلوقتي هيقول طب فين اللي بيبان؟ لا بيبان طبعا، بص قبل وبص بعد، طبعا الموضوع بيفرق جدا. هنا مثلا في إضاءة هتبقى مرسومة، هي على الحتة الحمراء دي مش تبقى قوي، فلازم نتأنى فيها. هنا مثلا كده. طيب بص يا سيدي، كده قبل كده بعد الموضوع فرق معانا. احنا هنقلل بس الفيل حاجة بسيطة، ونيجي نعمل color balance تاني، ونروح ناحية السيان والبلو والهايلايتس، سيان وبلو برضو. بص كده قبل وكده بعد. طيب عايزين نرمي شوية ريم لايت على الأطراف عشان يجيب لنا اللون اللي هو هينزل من هنا، اللي هو اللون أبيض، تحس إن هو قالب على لون الرعد شوية، قصدي البرق، اللي هو بتحس إن هو بيبقى لون سماوي شوية. فكل اللي احنا نعمله إن احنا هنيجي هنا نضيف لاير جديدة، ونيجي هنا على الأبيض ونتأكد إنها معمولة على 100 و100 في الأوباستي والفلو، ونمشي على الأطراف كده بالظبط. لازم الريم لايت ده يبقى نعمله أبيض في الأول. هنا كمان لازم نمشي عليه. طيب بعد ما بنخلص بنيجي هنا من البلندنج، نسحب شوية من الاندرينج لير، ونعمل الت ونسحب دي شوية كده، وكده يا سيدي قبل وبعد. طيب عايزين نضيف شوية انر جلو، فهنيجي من هنا بلندنج اوبشنز، ونتأكد انها معمولة لينر دوج، ونجيب اللون اللي هو ده، والسايز نقلله حاجة بسيطة، وبعد كده نعمل كليك يمين ونعمل كرييت لاير، ندوس اوكي، ونيجي على اللاير ذات نفسها هنعمل ماسك، ونيجي على البرش السوداء ونمسح الحاجات اللي مش بيوصل لها اضاءة. بص هنا قبل، بص بعد، طبعا الموضوع مادة ومادة بيفرق معانا كتير. طيب ممكن هنا في الكالر لوك اب نقلل الفيل كمان. طيب ايه المفروض يتعمل تاني؟ احنا المفروض ان احنا عملنا الدوج اند بيرن، وعملنا الريم لايت، وعملنا الانر جلو والكالر بالانس، و
شوية color look up. طيب تعالى نرجع للتصميم بتاعنا كده تاني. لو احنا بصينا هنا هنلاقي ان احنا عملنا ايه، جينا هنا زودنا اللون اللي هو احمر شوية عشان الاضاءة اللي كانت هنا. طب في حد هيقول لي الاضاءة دي مش موجودة هنا ليه؟ هقول له ان انا جيت اصلا من اللون ده، خدت كده نسخة، طلعت فوق، خدت هنا نسخة كده، و جاي عاملها اللون ده، وجايب البرش متكة تكة وعامل سكرين ومطلعها فوق هنا بحيث انها تدي اضاءة. قمت جاي عامل كنترول جي عشان ياخد نسخة منها، وعملتها على قد هنا كده بالظبط. طبعا الموضوع فرق هنا جدا. طيب احنا عايزين ندخل الكاركتر بتاعتنا شوية في جو البلو والكلام ده كله، فاحنا لو جينا على حاجة اسمها كاميرا رو فلتر، قصدي فوتو فلتر، هتلاقي هنا عامل لك حاجة اسمها وورمنج فلتر، اللي هو حاجة بتدل على الدفء او مصدر الشمس والكلام ده كله. فاحنا لو اخترنا هنا كلمة بلو، طبعا هنا بيبقى فيه الوان كتير جدا، فهتلاقي اخر واحدة عندك كلمة بلو. لو اخترتها وزودت هنا كده، جيت هنا قبل وبعد، طبعا الموضوع فرق معانا جدا. طيب عايزين نعمل نسخة كمان للكالر لوك اب، بس دي تبقى فوق الليارات كلها. هنعملها برضو نايت فروم داي، ونقلل المرة دي الاوباسيتي شوية. بص قبل بص بعد، ممكن مثلا نزود الاوباسيتي شوية، نيجي هنا ونقوم جايين ماشيين هنا برضو الكالر لوك اب، ممكن هنا نمشي شوية بحيث انها مش تبقى برضو غامقة قوي من هنا، نمشي من هنا كمان ومن هنا برضو. هنا نزود الاوباسيتي بقى، ونقلل في حاجة بسيطة. ولحد الآن احنا خلصنا الكاركتر وخلصنا الريتاتش والكلام ده كله. طيب ايه المفروض هنعمله تاني؟ لو رجعنا للتصميم بتاعنا هنلاقي هنا ان في سموك، وهنا في سموك، والباك جراوند عليها بلور حاجة بسيطة، وطبعا التكست افكت اللي انا هقول لك ازاي عملناه. طيب تعالى كده نسحب الجريدينت اللي احنا كنا عاملينها هنا. كنت انا عامل 3 دوبليكيت للاير الجريدينت، ونسحبهم لتحت كده بالظبط. ممكن هنا برضو، بص هقولك على حاجة بالنظر بتاعك كده، هي مش خطوات ان انت تحفظها علشان تطبق التصميم بتاعك. يعني انا مثلا هنا بعد ما خلصت الريتاتش اكتشفت ان البشرة عندي والسكين تون محتاج يروح للازرق شوية، فهنيجي على الكالر بالانس ونزود سيان ونزود بلو حاجة بسيطة، وهنا الماجنتا ناحية الموف، ونيجي هنا بالهايلايت نزود بلو حاجة بسيطة وسيان، وكده التصميم يبقى في حتة الكاركتر تمام. بس زي ما بقولك كده، هي مش حفظ ادوات وخلاص، قد ما هي ليك عين بتشوف هل الحاجة دي بقت مانيبليشن مع الباك والالوان والكلام ده كله ولا لا. يعني ممكن في ناس تانية في حتة الاوباسيتي والفيل ما تظبطهاش قوي، ومن غير ما تعمل كولر بالانس تاني تلاقي ان الصورة ظبطت معاها، فالحوار عادي جدا. طيب تعالى بقى نخش في حتة التكست افكت ده اتعمل ازاي. بص يا سيدي، انا دخلت هنا وقلت طيب انا طالما هشتغل في حته بقى التكتشر والتكست افكت سوبر هيرو والكلام ده كله، فانا ليه ما اخشش واشوف حظي هيبقى عامل ازاي في الحاجات اللي هتظهر لي. فانا لما دخلت كتبت تكست افكت سوبر هيرو، وحددت ان انا عايزها بي اس دي.
طبعا ظهر لي اشكال كتير، حاجات مثلا من دي كنت منزل دي بس لقيتها مش نافعة يعني، وقعدت انزل كده وادور وادور وبتاع، ما لقيتش حاجة كويسة، فعملت نيكست بيج. طبعا انا بختار زيك على فكرة. نزلت شوية هنا برضو ما عجبنيش حاجة. طيب ننزل هنا كمان. ممكن تقابلنا حاجة كويسة، ممكن لأ عادي تقعد تدور كتير. طيب كده كده انا التكست افكت معايا، بس انا بقول لك ان انت من اول مره مش لازم تلاقي الحاجه اللي انت عايزها، انت ممكن تدور كتير جدا لحد ما تلاقي اللي انت عاوزه. فكده كده اصلا التكست افكت ده معايا اسمه سوبر هيرو تكست افكت. انا هفتحه معايا واقول لك احنا اتعاملنا ازاي في التكست ده. اول حاجه طبعا انا شلت الزيادات، حته الكونفتي اللي هي الحاجات اللي منوره دي انا مش عايزها. نيجي على الباك جراوند هشيله، بس الباك جراوند انا اخدت منه حته الباتل اللي ورا دي، فشلت دي وبعد كده شلت دي ودي، خدتها بحالها كده، عملت كنترول اي convert to smart object، وبعد كده سحبتها في التصميم بتاعي عشان تكون موجودة معايا. حطيتها في نص التصميم بتاعي. طيب احنا ممكن نكبر الكاركتر بتاعتنا دي شوية، ونجيب الباتل بتاعت التكست افكت ونخليها في نص التصميم بالظبط. طيب احنا هنا بقى قلت ايه، كان مديني السلوجان اسمه بنلمها وراك، فطبعا انا هنا كتبت التكست بتاعي بنلمها، فدخلت على ان انا اختار الفونت بتاعي، فلقيت ان ده مثلا مش مناسب، لحد ما قعدت اختار شوية وقعدت ادور والكلام ده كله، لحد ما لقيت الفونت ده، قلت الفونت ده تحس ان هو صايع شوية واخد من جو سوبر هيرو وكده، فقعدت اعمل سبيس ما بين الحروف عشان كانت لازقة في بعض، وعملت كنترول سي وجيت على التكست افكت ده، جيت على الاولاني اللي هو سوبر ده ومسحته، وجبت التكست وعملت كنترول في عشان يجيب لي الكلمة اللي انا كنت كاتبها. بعد كده بخرج بعمل كلوز وبعمل يس عشان يتحفظ معانا في الملف بتاع التكست افكت. كده هو اتحفظ معانا اهو. هنيجي هنا في التانية، نيجي على الملف بتاعنا نكتب بنلمها وراك. طبعا المسافة هنا مش عجباني، لا بلاش، تعالى نرجعها تاني زي ما هي. كنترول سي، بعد كده جيت هنا عملت كنترول في. هنا حتة المسافة دي أنا زودتها حاجة بسيطة خالص كده، صغرتها على قد الشكل اللي معايا، بعد كده عملت كلوز ويس عشان يحفظ التكست افكت معايا. طيب تعالى نصغر دي شوية كده، ونجيب دي كمان اللي هي 3D تكست 1 ونصغرها شوية. بعد كده بقى نشيل الحتة اللي احنا خدناها دي، مش عايزينها في حاجة، نشيل الباك كله ونحدد كله مع بعض، نعمل كنترول اي، بعد كده convert to smart object عشان البكسلة لو كبرت او صغرت، ونسحبها على التصميم بتاعنا. طبعا انا هشيل التكست اللي انا عملته هنا، طبعا هنا في غلطة، فاحنا ممكن نعمل هنا ماسك، نجيب البراش ونمسح الحتة دي عشان احنا مش محتاجينها،
ونمسح دي هي كمان. بعد كده هنعمل convert to smart object، وهكبر يا سيدي الكلمة على قد المربع بتاعي أو الباتل اللي معايا كده بالظبط. وتعالى بقى ايه نسحب الحاجات بتاعتنا اللي المفروض بتتحط كماليات للتصميم بتاعنا عشان تجمله. اللي هي الايكونز واللوجوهات ولوجو الشركة والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. ناخد دي كده كوبي، كده كده دي مش محتاجة يعني، دي كتابة عادية. خليها ورا الكلام بتاعنا. وتعالى بقى اقولك ازاي جبت السموك الاخير هنا في الديزاين بتاعي. طيب انا جيت هنا على فريبيك كتبت سموك اوفر لي، حددته طبعا ان هو بي اس دي. حددت ان هو يكون بي اس دي. طبعا ظهر لي الكلام ده كله، فانا يعني هنفترض ان انا نزلت دي، فجيت سحبتها على التصميم بتاعي كده بالظبط. طبعا زي ما انا فهمتك في الاول انا كنت حاططها دي فوق كده، وعملت نسخة منها ونزلتها تحت، عملت فليب فيرتيكال عشان يعملها. وهجيبها تحت الجريدينت اللي انا عاملها دي كلها اللي انا قلت لك عليها، بس ممكن اجيبها مثلا ورا التانية كده بالظبط. وعشان ادخلها في المود بتاع التصميم بتاعي فانا عملت color balance، دخلته كليبنج ماسك، وجيت على السيان زودته والبلو، وهكذا الهايلايت السيان وكده. بص كده قبل، بص بعد، بص تحت. بعد كده هنعمل كنترول جي ونجيبها على التانية. طبعا الموضوع فرق معانا جدا. طبعا هنجيب دي هنا كده ودي هنا كده. تمام تمام. ولحد الآن احنا الحمد لله خلصنا 3/4 الديزاين. طيب هل في حاجة تانية ناقصة؟ عايز اقول لك ان مفيش حاجة ناقصة تانية. عملنا الفوتو فلتر، عملنا الكيرفس اللي هو الدوج اند بيرن، عملنا الكولر بالانس، وعملنا السبوت هيلينج والريم لايت والانر جلو. طيب احنا ممكن في حاجة نعملها بحيث ان احنا عايزين برضو نغمق الحتة دي. فكل اللي هنعمله ان احنا هنيجي على الكاركتر بتاعتنا، نيجي مثلا هنا نعمل اكسبوجر ونقلله شوية. بعد كده نعمل كنترول اي ونيجي بالبراش بتاعتنا ونقعد نضغط كده شوية بحيث ان الدنيا عندي هنا تغمق، وكده يا سيدي يبقى قبل وكده بعد. طبعا الموضوع بيفرق جدا. طيب احنا لو رجعنا هنا للتصميم بتاعنا هنلاقي ان انا واخد جزء من السموك اللي انا منزله وحطه على التكست عشان يديلي شكل ومنظر كويس. فجيت هنا يا معلم، كنت جاي اعمل كنترول جي وجايب النسخة اللي تحت عشان ما تتأثرش، ومطلعها فوق خالص بحيث انها تبقى فوق الليارات، ومصغرها كده. وقمت جايب البراش وجاي على الماسك وماسح شوية من هنا، صغرها وقوم جاي ماسح.
من هنا برضو نفس الحوار عشان ما يكونش الحواف هنا باينة انها فيك. وطبعا يا صديقي احنا هنا خلصنا التصميم بتاعنا. طيب اخر حاجة بقى، اخر خطوة هناخدها في الديزاين هي ايه؟ فكرة انك بتعمل كنترول الت شيفت اي عشان تجمع كل ده في لاير واحدة. هنرجع تاني نجيب على اخر لاير كنترول الت شيفت اي، وبعد كده نعمل convert to smart object. تعالى بقى نسحب التلوين بتاع الديزاين بتاعنا على الديزاين اللي احنا لسه عاملينه سوا مع بعض. طبعا الرندر هنا بيبقى عالي شوية لأن الملفات أصلا لوحدها من غير أي بروجكت بتعدي 60 ميجا. نسحبها هنا يا باشا تحت على التصميم بتاعنا. بص بقى يا معلم، تصميم هنا قبل وهنا بعد، زي هنا بالظبط، هنا قبل وهنا بعد. طيب شايف هنا مثلا، انا شايف ان حتة الازرق دي كانت اوفرز يعني شوية مني. فكل اللي انا اعمله ان انا هاجي هنا زي ما انا قلت لك، هي عينك اللي بتقول لك وتوجهك انت هتعمل ايه والكلام ده كله. ف من الكالر هنا نقلل في حاجة بسيطة، ومن الفوتو فلتر نقلل الازرق برضو، والكالر بالانس يعني ممكن نوديه ناحية الأحمر حاجة بسيطة، والكالر لوك اب هنا في ممكن نقلله أو نزوده شوية. طبعا أنا بقعد أشوف مع نفسي هل الحاجة دي كانت أوفر ولا لأ. طيب كالر بالانس دي حاسس إنها أوفر شوية، فهقلل من الأزرق وأروح ناحية الأحمر. نيجي هنا يا سيدي في الآخر نعمل زي ما أنا قلت لك، بعد كده نعمل convert to smart object، نسحب معانا كده بالظبط. ودي يا سيدي كانت النتيجة معايا في الآخر، كده قبل وكده بعد. طيب تعالى بقى إيه نشوف إحنا عملنا إيه جوه الكاميرا رو فلتر عشان يطلع بالشكل ده في الآخر. هنا نقلل الكلاريتي حاجة بسيطة عشان أنا شايف إن الحدية زايدة قوي. طيب أول حاجة جيت على اللايت، قللت الهايلايت شوية وزودت الشادو. طيب والكونتراست اللي هو التشبع اللون زودته، والاكسبوجر قللته حاجة بسيطة، والوايتس زي الهايلايتس قللته، والبلاكس زي الشادوز زودته. وبعد كده جيت على الكلر، رحت ناحية التمبريتشر شوية اللون الأزرق، والتنت رحت ناحية الموف عشان اللون اللي ورا ده يضرب معايا، والفيبرانس لعبت فيه، والساتوريشن حاجة بسيطة خالص عشان لو زودته للآخر كده الموضوع هيبان فيك قوي والألوان هتبقى متضاربة مع بعضها. وبعد كده جيت على الإفكت، زودت التكتشر شوية والكلاريتي قللته، والجهاز كده بالظبط، والفيجنيت من الحواف يبقى لونه اسود زي ما انت شايف كده بالظبط، والجرين لعبت فيه. وبعد كده رحت على الديتيل، زودت النويز ريديوكيشن عشان لو في نويز او حاجات بكسله في الوش تتشال. وبعد كده جيت على الكالر ميكسر وجيت على اللون الازرق وخليت الساتوريشن قليل، ما زودتوش لان بص لما بزوده بيبقى عامل ازاي، الموضوع مش بيبقى افضل حاجه. الليمينانس هنا ممكن نزوده حاجه بسيطه، والهيو كده بالظبط. طبعا كده قبل كده بعد، بص هنا وهنا طبعا الموضوع فرق جدا. هندوس يا سيدي اوكي